ضيفي قليلا من عنه. بيروت ربما تأخرت عليه الدكتور توفيق الشيخ توفيق علوية. فضيلة الشيخ علوية، كيف تعاملت السلطات الحاكمة مع الإمام الباقر عليه السلام والذي كانت أفكاره تستقطب جماهير المسلمين من كل الاتجاهات، ولا سيما أنت استمعت إلى ما قاله سماحة السيد الغرابي حول التضييق على آل البيت عليهم السلام؟ تفضلوا. في الواقع الإمام الباقر عليه السلام كان شخصية عالمية في عصره، إلى درجة أن هشام بن عبد الملك الذي هو معروف بظلمه وبطشه كان يقول عنه بأنه نبي الكوفة. عندما كان يذكر اسم الإمام الباقر عليه السلام في محضره كان يقول هذا المفتون به أهل العراق. وكان الإمام الباقر عليه السلام مقصد العلماء من كل البلاد الإسلامية، وكان يقصده أئمة الفقه، إلى درجة أن الحكم بن عيينة مع جلالته وعظمته عند القوم يقال أنه كان يجلس بين يديه كأنه صبي بين يدي معلمه. الإمام الباقر عليه السلام مع هذه المعروفية والشهرة في المجتمع الإسلامي، بهذه الشهرة وبهذه المعروفية استطاع أن يؤثر على تفكير وعقلية هشام بن عبد الملك، عقلية الحاكم الأموي. من المعلوم لدينا أن الحاكم عندما يكون قويا يتصرف كالأسد، عندما يكون ضعيفا فإنه يتصرف كالثعلب، يعني يشتغل باحتيال. الدولة الأموية آنذاك كانت تخشى جانب الإمام الباقر إلى درجة شديدة، بحيث أن هذه الدولة لا تستطيع الاغتيال المباشر أمام الناس، ولذلك كانت تريد توهين وتضعيف شخصية الإمام الباقر عليه السلام. اتخذت خطوات عديدة من أجل إقصاء الإمام الباقر أو إضعافه. مثلا أولا في المسائل الفكرية كان يريد الحاكم الأموي آنذاك أن يفحم الإمام الباقر عليه السلام بالقضايا الفكرية، فكان يرسل إليه أسئلة إعجازية، وكان الإمام الباقر عليه السلام يجيبه ويعلمه ويرشده، إلى درجة أن هشام بالرغم من أنه ليس لصالحه أن يعترف ويقر بالأجوبة. هل كانوا يأخذون بما يأتي عن الإمام؟ نعم فضيلة الشيخ، يعني هل كانوا يأخذون ما يأتي من الإمام على يعني يحملوه على محمل الجد يعملون به؟ نعم، هي كانت أسئلة إعجازية. نعم، في بعض الأمور التي تخص الدولة وصالح الأمة كانوا يأخذون به من أجل بقاء سلطانهم ومواجهة أعداء السلطة الخارجيين، كما ذكر ضيفكم الكريم في قضية نعم العملة، وهكذا في قضية الأجوبة المسكتة التي كان الحاكم الأموي يلجأ إلى الإمام الباقر عليه السلام من أجل أن يجيب الأعداء بأجوبة نعم مسكتة لأجل صالح. طيب فضيلة الشيخ، يعني هل حاول الأمويون قتل أو اغتيال الإمام عليه السلام؟ هل حاولوا قتل الإمام؟ نعم، لكن قبل الاغتيال هناك قتل معنوي قبل القتل المادي. نعم. فمثلا القتل المعنوي كان من خلال الإعجاز الفكري، من خلال الأسئلة الإعجازية نعم. المفهمة التي كان يجيب عنها الإمام. الأمر الثاني كانوا يرفعون الفقهاء الآخرين، يسخرون لهم كل الإمكانيات من أجل أن يظهروهم كرقم أول في الأمة. الأمر الثالث كانوا يحاولون التوهين من شخصية الإمام، مثلا في قضية إحضار الإمام إلى قلعة دمشق، أولا حاولوا توهينه من خلال حجبه ل3 أيام كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عندما استدعى الحاكم الأموي الإمام الباقر وكان معه ولده الإمام الصادق عليه السلام، يقول الإمام الصادق فلما وردنا دمشق حجبنا 3 ثم أدخلنا في اليوم الرابع. هذا الحجب هو كناية عن محاولة توهين وتضعيف الإمام عليه السلام. أيضا حاول الحاكم الأموي أن يوهن ويضعف مكانة الإمام عليه السلام في قضية الرمي بالسهام. الإمام كان شيخا كبيرا في السن، فأراد منه أن يرمي السهام كما يفعل الشباب الرماة المهرة. لكن الإمام الباقر عليه السلام فاجأه وصادمه بأنه كان قويا في رمي السهام إلى حد أنه أثار دهشة جميع الحاضرين. نعم.
هذه طيب. ايضا من الخطوات التي كانت تقوم بها الدوله الامويه. من طيب. الخطوات ايضا الوصف بشيعته، نعم. انهم كانوا يطنشون بشيعه الامام، بحيث انه لا يتجرأ اي شيعي ان يقول انا شيعي، وكانوا يحاولون اقصاء الامام عن شيعته. يعني هذا الحال في جميع عند جميع الحكومات فضيلة الشيخ. نعم. محاولة قتل الامام، نعم حاولوا قتل الامام ونجحوا في نهاية المطاف من خلال بث السم. لو طيب. استشهد روحي فداه. فضيلة الشيخ توفيق علوية، أشكرك. نذهب إلى فاصل سنعود لكم بالطبع يعني في المقطع الآخر إن شاء الله.